لما تقول لأ ده مش معناه ان انت بترفض الشخص اللي قدامك علشان الموضوع يبقى فيه احراج، لكن ده معناه حماية لنفسك. جرب المرة الجاية مع اول طلب يطلب منك تبقى انت مش قادر عليه او شايف ان هو بيقل منك تقول لأ، ترفض وترفض بصراحة، وشوف الناس هيحترموك ازاي. يمكن في الأول يتضايقوا منك، يتصدموا فيك، يبدأوا يقولوا لك كلام سخيف وجارح زي إنك اتغيرت، إنك ما بقتش حاسس بيهم، إنك بقيت أناني. طنش، كبر دماغك. هي دي الضريبة بتاعت إن أنت بتعوض السنين اللي فاتت اللي كانوا متعودين فيها إن أنت ملكش حدود، وإن أنت على طول مستباح وبتعمل أي حاجة هم عايزينها. لكن بعد كده هيقدروك كويس جدا، وهيفكروا في كل حاجة قبل ما يجوا يطلبوها منك. هل هم فعلا محتاجينها؟ هل انت فعلا هتقدر تساعد وهتكون ظروفك سامحة ولا لأ قبل ما يجوا يطلبوها؟ علشان مش كل شوية ترفض لهم طلب. خلي لنفسك قيمة وساعد. انا ما بقولكش ان انت ما تساعدش الناس او ما تقفش جنب الناس، بس ساعد في حدود اللي يناسبك ويناسب وقتك ومجهودك وظروفك، من غير ما تتعدى على حدودك او على نفسك او على وقت عيلتك اللي هم اصلا مسؤولين منك ولازم تكون معاهم وتديلهم هم الاولوية.